لما يطلب مني بقى تورته للنادي الاهلي لازم تطلع بالحلاوه دي. ازيكم الاول؟ عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ وحشوني جدا جدا. معلش انا مقصره معاكم في الفيديوهات كتير، انا عارفه. بس ان شاء الله باذن الله هحاول التزم يعني الفتره الجايه. اللي اول مره يشوفني، انا مها ودي قناتي ماهي ومورستان. او لو بتشوفني على الفيسبوك فدي البيجي بتاعتي ماهي ومورستان برضو. يلا بينا نشوف التورته دي عملناها ازاي. وبسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على سيدنا محمد. ونبدا الفيديو. دي كيكه كنت عاملاها مقاس 20، كانت كلها شوكليت. بربع كيلو دقيق سبونج وثلاث بيضات ومعلقه فانيليا ومعلقه خل ابيض ومعلقه محسن. قعدت تقريبا 30 دقيقه في الفرن وبعدين استوت بقت بالجمال ده. قطعتها تقريبا 5 طبقات، احتجت منهم بس 4 طبقات، والطبقة الخامسة دي شلتها. ممكن اعمل منها بوكسات او اعمل منها كيك بوبس. بص انا بحفظها كده، بحطها في كيس بلاستيك او الفها بستريتش رول، وبقفل عليها كويس جدا واحطها في الديب فريزر، واطلعها وقت ما احتاجها. قبل ما احتاجها بربع ساعة تقريبا. هنعمل اللي بنعمله بقى كل مرة، هنثبت اول ديسك من الكيك على البورد بتاعتي بحته كريمه، وبعدين هبدا احط ديسك الكيك وهسقيها. انا بسقيها ميه بسكر عادي جدا خالص. ممكن تسقيها بجناش متخفف، ممكن تسقيها بميه بكاكاو زي ما تكوني هتشربيه يعني. وحطيت الكريمه وبعدين حطيت جناش كده من فوقها. وهبدا بقى ايه اكمل كل الطبقات بتاعتي بالمنظر ده. ممكن تحشيها فواكه، ممكن تحشيها صوص كراميل، صوص توفي، صوصات يعني. ممكن تحشيها صوصات او فواكه او كريسب او شوكولات شيبس، يعني براحتك. او انا عملتها كده حاجه سيمبل خالص، كريمه وحطيت عليها جناش من فوق. بس طلعت طبعا حلوه جدا علشان الجناش شوكولات والكيكه نفسها اصلا شوكولات، فكان طعمهم حلو جدا. كل الطبقات بقى هنعملها بنفس المنظر. ولازم يا جماعة نسقي الكيكة علشان ما تنشفش مننا، خصوصا ان احنا داخلين على شتا خلاص والجو هيبدأ يسقع. انا بحب كده يعني طبقة بطبقة احط الكيكة والكريمة واروح مغلفة جوانب الكيكة، بحيث ان انا لما اخلص الحشو اكون كمان خلصت التجليس معاه. اخر طبقة دي اللي هي بتبقى الطبقة بتاعت قاع الكيكة لازم تتسقي كويس، لانها بتبقى يعني ناشفة سنة كده، عشان دي اللي بتاخد النار كلها في السوا، فبتبقى انشف من بقية الكيك، فلازم نسقيها يعني كمية محترمة. بس كده هبدأ بقى ايه اقفل كده التجليس. الكريمة دي كانت كريمة ستار كواليتي بتاعت كواليتي تارجت. كنت بجربها يعني، بس هي حلوة، مش وحشة يعني، حلو. القوام بتاعها كويس. بس طعمها مش دسم قوي يعني، مش زي المتحدة طبعا ريتش، بس حلوة يعني عجبتني. هبدأ بقى اجلس التورته كويس، لان طبعا انا عندي هنا التورته بتاعت النهارده عباره عن تورته متغلفه كريمه كويس وعليها توبر هيتلزق من فوق، فلازم التجليس يكون يعني كويس. هبدأ بقى اشوف الون الكريمه. انا عندي هنا، انا خلاص خلصت الكريمه البيضه خلاص، مش عايزه الباقي. هحطها آه، في الفريزر تتماسك الحشو بالتجليس على ما ابدا الون الكريمه. عشان اللون يطلع احمر حلو لازم احط معاه سنه اصفر، هيديني الاحمر اللي هو الزاهي يعني. هبدا احط الاحمر كده لغايه الدرجه اللي انا عايزاها بالظبط. وهحط معاه زي ما اتفقنا سنه يعني نقطه واحده بس من اللون الاصفر عشان تدي سوري، عشان تدي زهوه بس للون الاحمر بس، ما يبقاش عامل زي البينك يعني، يبقى احمر اكتر. هبدا بقى ايه هغلف الكيكه من تحت كده، وهعمل لها بنفس القمع بس بتشكيلة تانية. يعني اللي تحت كان تشكيلة واللي فوق بايبنج مختلف، ولكن بنفس القمع يعني، ونفس الكريمة ونفس كل حاجة تمام. هبدأ بقى هنا عندي التوبر. انا كنت طبعا الشيت ده تقريبا ب25 جنيه. اللي عايز المكان اللي انا بطبع فيه التوبر والشوجر شيت بتاعي يبعت لي في الكومنتس، وهقول له انا بطبعهم فين واديله الرقم. الشيت مكتوب فيه هابي بيرث داي مازن، هو صاحب العيد ميلاد، ومعمول كور. انا قصيت الكور وقصيت البرواز بتاع العيد الميلاد وقصيت الشعر بتاع الاهلي. كل ده انا بقصهم وببدا احطهم في خله، او بلزقهم كده زي الشعر بتاع العيد الاهلي انا لزقته في الوش. والكور والبرواز انا عملتهم في خله، وهبدا بقى ايه احطهم زي ما انتم شايفين كده. احط مثلا كور من الجنب،
كور من فوق. هي بتبقى حلوه جدا للولاد اللي بيلعبوا كوره او الولاد اللي بيشجعوا نادي معين وبيحبوا التورت بتاعتهم تبقى للنادي ده. فهي بصراحه بتبقى فكره حلوه قوي والاطفال بيتبسطوا بيها جدا. بس كده خلصنا الفيديو بتاعنا وخلصنا التورته بتاعتنا. اتمنى تكون عجبتكم. لو عجبتكم بقى ما تنسونيش في اللايك وكومنت حلو منكم وشير، وكمان هطلع منكم فولو على الفيسبوك وسبسكرايب على قناه اليوتيوب عشان يوصل لكم كل الفيديوهات بتاعتي الجديده ان شاء الله. واشوفكم فيديو جديد قريب ان شاء الله. هستناكم.